السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. والنهاردة إن شاء الله معانا حلقة عن آخر تطورات الإعلان ال14 أو اللي وصل له الإعلان ال14 في حدائق أكتوبر، لأن إحنا طبعا أنتوا عارفين إن إحنا آخر السنة دي إن شاء الله هيبدأ، أو خلال السنة دي هيبدأ الاستعلام والتسليم في 2024، وفي بعض الناس أو بعض المدن هتستلم. دي الحقيقة مدخل البوابة من طريق الواحات، ده الشكل الجديد اللي عملوه أو لسه ما خلص بس تحت التنفيذ. فهنا هيعملوا علامه اللي هي قصاد الجامعه دي، اللي هو المدخل من ناحيه الاسكان المتوسط والمخابرات، عملوا الشكل ده. والنهارده هاخد جوله سريعه كده ان شاء الله، هوضح لكم هو وصل لغايه فين الاعلان ال14 اللي هو في طريق الواحات. تمام. فانا كده دخلت من طريق الواحات، طبعا ده في الاسكان الاجتماعي، وفي هنا دي مدرسه، ده قصادها الناحية التانية اللي هو الكومباوند اللي هو بتاع المخابرات، والناحية التانية اللي قصادها اللي هو الإسكان المتوسط. وده في طبعا هنا مول وجامع. ده أنا لسه داخل من طريق الواحات. ده المدخل اللي انا قبل ما احصل الاعلان ال14 بيقابلني الاول الاعلان اللي هو او العماير اللي هي فوق المتوسط او المتوسط. تمام. اللي انتوا شايفينها كده اللي هي العماير الرمادي دي. تمام. وهشوف بقى اخر التطورات. وهي الحقيقه المنطقه هنا يعني حتى لو انت لسه هتسكن، لا المنطقه عمرانه. وليه؟ لان جنبك هيبقى فيه الاعلان العاشر، وجنبك الاعلان السكن المتوسط، وجنبك اللي هو الكومباوند بتاع المخابرات ده الناحية التانية. فالمنطقة عمرانة، زائد ان احنا لما نخش تاني هنلاقي برضو ابن بيتك والاعلان العاشر. فالمنطقة اصلا اما نيجي نستلم ان شاء الله باذن الله هتحس ان هي المنطقة فيها رجل وفيها ناس وفيها هتعمر بسرعة. فما نستعجلش ونقول ان الدنيا لسه بعيدة وكده. ده الاسكان المتوسط، وده طبعا ده في اول المدخل، احنا بعديه. وانا كنت صورت لكم قبل كده كذا حاجه، بس انا بقول اخر التطورات لان بقالنا فتره كنا ما رحناش. فهنشوف ايه اللي وصل له الاعلان ال 14. فبنشوف المدخل بتاعه وايه يعني المميزات اللي فيه. فاحنا دلوقتي كده داخلين من ناحيه الاعلان المتوسط. هنشوف مع بعض بقى ايه اللي وصل له الاعلان ال 14 ونقرب مع بعض شويه. وبعد ما نخلص الاسكان المتوسط من المدخل، طبعا زي ما انتم عارفين في اللي هو ابن بيتك وال 246 عماره او 244 عماره، مش متذكر صراحه. دي كلها ساكنه اللي شايفينها امام حضراتكم دي. انا عديتها ودخلت عشان بس ما يكونش الفيديو طويل. الطريق ده كده اخره هيوصلني اللي هي عند الكنيسه وعند المقابر، وده الخزان. واللي جنبكم ده الاعلان العاشر. طبعا هتلاقوا الطريق فيه شويه تكسيرات وحاجات لان فيه مرافق بتتعمل تاني في الشوارع يعني. وكده انا وصلت، شايفين الكنيسة ظهرت امامكم اهو. ده هخش كده على العماير اللي هو الاعلان ال14 في حدائق اكتوبر. دي الكنيسة وراها المقابر. ويا جماعة زي ما بكرر كتير ان المقابر بعيدة عن الاعلان ال14، يعني مفيش زي ما انتم شايفين المقابر فين والكنيسة فين، في حتة واطية، ودي الاعلان العاشر في حتة عالية او هضبة عالية عن المقابر. يعني مش هتفتح تلاقي المقابر في وشك ولا حاجة، لان اول عمارة دي بعيدة عن المقابر. ده بقية الاعلان. انا كده لفيت ودخلت الشارع، هيبقى على يميني طبعا اغلبية العمارات بتاعة الاعلان 14 كملت والواجهة اتعملت. واللي على شمالنا ده الاعلان العاشر. وعلى فكرة ناس كتير استلمت وناس كتير في المنطقة موجودة. ويعني زي ما بقول ان الميزة الوحيدة ان هو هيبقى في يعني هيعمر بسرعة. طبعا انا اللي انا شفت اللي انا لاحظته اول ما دخلت ان اغلبيه واجهات العماير خلصت. هيبقى باقي بس الطرق والمرافق. هتلاقي هنا في تكسير بس انا يعني شفتها وانا في العربيه بيعملوا المرافق والصرف الصحي والحاجات بتاعتها عشان يبدا بعد كده في المرحله اللي بعد كده. طبعا ده الخزان اللي احنا معلمين بيه اما بنيجي نخش، هو والكنيسه والاعلان العاشر. طبعا ده اغلبيه العماير غير اما كنا بنيجي الاول. زي ما بقول لحضراتكم كده الواجهه خلصت والتشطيبات رائعه الحمد لله. هتبان امتى الكلام ده؟ يعني بص هتلاقوا فيه زي تراب او رمله بقت في الطريق غير اما كنا بنيجي الاول، عشان حافرين للمرافق. كل ده الحفر بتاع المرافق ومن الصرف الصحي والميه والحاجات دي كلها والتليفونات والكلام ده كله. ان شاء الله انا شايف ان هم شغالين بسرعه فيه. وهيبقى في طبعا بعد ما يخلصوا المرافق هيبقى في بقى طبعا المساحات الخضراء والطرق. شايفين ادي الحفر اهو، ده الصرف الصحي بدأوا فيه لان خلاص خلصوا الواجهه. يعتبر الموضوع شبه اكتمل، المشروع شبه اكتمل كله من الاساسيات بتاعته.
تمام. بعد كده اللي هو الطرق واللاندسكيب والحاجات دي كلها هتلاقيها دي بتخلص بسرعه وما بتاخدش وقت ان شاء الله. وان شاء الله يبقى عند ميعاد التسليم يسلمونا، ما حدش يقول ان هم بيسلموا بعد كده. ملناش دعوه باعلانات سابقه كانت اتاخروا في التسليم بتاعها. لا، انا شايف ان ده اتنفذ، وان شاء الله هنستلم في الميعاد اللي حددته الدوله. انا كده دخلت في جنب كده يعني طريق مدق كده عشان اشوف بس اولا اللي لاحظته ده مثلا شركة البنا المقاولات دي مصممة عدد 33 عمارة اللي هم دول، لان دي عبارة عن شركات ولسه في واجهات هتتشطب. تمام، حاجات بسيطة يعني. الميزة ان في الاعلان ده ان الشوارع واسعة، العماير بعيدة عن بعض وفيها يعني تصميم حلو وتهوية حلوة. زي انا خرجت كده لقدام الاعلان العاشر زي ما بقول لحضراتكم، وزي ما بكرر تاني ان في ناس كتير استلمت. هخش لجوه تاني وهكمل وهنشوف بالتفصيل ايه اللي جد برضو هناك. انا شايف ان المشروع كله دلوقتي شغال تمام. وهنشوف بقى هل في مدارس، هل في مولات هتتعمل. الخدمات دي كلها هي مش هتبان دلوقتي، بس على الاقل نعرف ان احنا اماكنها. فانا بحاول الف تاني عشان اشوف برضو انا مش عايز اخش بس عشان معايا العربيه، مش عايز اخش ان الطرق غير ممهده. ان شاء الله اول ما يمهدوا الطرق جوه العماير نفسها هعمل لكم حلقه ان احنا نخش جوه المشروع نفسه ونصور جوه ونشوف الخدمات اللي جوه وايه المرافق اللي جوه وايه الحاجات المميزات اللي في الاعلان ال14. طبعا اللي هناك ده ابن بيتك المنطقه السابعه، وده الاعلان العاشر ومعاه الاعلان ال14. فهي جنب مناطق كلها هتبقى ان شاء الله فيها عمار، وان احنا نقدر نسكن بسرعه. ادي دي ساكنه عادي في الاعلانات السابقه اللي قبل من اللي قبل الاعلان ال14. انا شايف في مدرسة من بعيد وهقرب لكم كده ان شاء الله. هحاول اقرب واخش ناحيتها ونشوف. دي متهيألي مدرسة، فهخش المدخل بتاعها متهيألي من هنا، ان انا كنت شايفها من بعيد بس مش هتكون واضحة امامكم في الفيديو. بس ان شاء الله هنشوف متهيألي من هنا كده هنقدر نوضحها اكتر. انا شايف ان هي في متهيألي مدرسة، يعني هي تصميم بشكل مدرسة. فان شاء الله اول خدمات عموما يعني هتبقى يعني شوف كل المساحات اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي هتبقى متسفلتة ومساحات خضراء، وتصميم التجميل بتاعها هيظهر المشروع. لكن هو دلوقتي مش ظاهر مع انه اتصمم فيه يعني 90% او 80% من المشروع. دي مدرسة وان شاء الله يعني ربنا يكمل المشروع على خير ونستلمه كلنا على خير، ونشوف الخدمات كلها تبقى متكاملة زي مدرسة. واكيد في غيرها بس انا مش هقدر اخش عشان زي ما بقول لحضراتكم الطرق مش ممهدة. شايفين المساحات الواسعة بين والشوارع واسعة وبين العماير نفسها واسعة، وده اللي بيميز المشروع ده. وان شاء الله قريب اول يعني كل فترة كده هنصور المشروع ونشوف اخر ما وصل اليه، ونشوف بقى الاستعلام والتسليم امتى ونتابع بقى، لان احنا دخلنا في مرحلة الجد. واللي انا عايز اذكركم بيه ان في قسط الشهر ده بتاع قسط واحد محدش ينساه، معاك لغاية 31/1 او 30/1. خليك يعني عشان ما يبقاش فيه غرامات وتبقى منتظم. طبعا انا خرجت برضو من المشروع. بذكركم ان البوابة دي بتتعمل بس هي لسه ما كملتش، مش عارف بقى الشكل الجمالي بتاعها اما يكمل. وده طريق الواحات وقدامك الجامعة. يا رب نكون افدناكم في هذه الحلقة. واي استفسارات او اي تصوير محتاجينه اكتبوا لي في التعليقات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.